ايه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بجد وحشتوني جدا جدا يعني. من الفيديو اللي فات بجد يعني بحاول على قد ما بقدر يعني انزل لكم فيديوهات كل يوم. بجد يعني ربنا يخليكم ليا بعد عيلتي التانية، ويعني بعد عيلتي وانتوا عيلتي التانية بجد. بس يعني بجد وحشتوني جدا. بس وعايزاكم تدعوني طول ما انتوا يعني بتشوفوني في الفيديو، ادعولي بجد يعني بجد دعواتكم بتخلوني انزل فيديوهات كل يوم، بتخلوني اعمل حاجات حتى لو ورا الكاميرا. يعني في حاجات ساعات ما يعني ما بنحكيش فيها على قدام الكاميرا، بس يعني دعواتكم فعلا بتستجاب، وربنا يعني ربنا يخليكم لاهاليكم، وربنا يخليكم لولادكم وولادكم، وربنا يخليها لكم بجد يعني. بجد الدعوات بتفرق كتير، يا ريت تقولي على طول بجد، يعني محتاجة منكم دعوات ربنا يعني. يعني ربنا يفك كل ضيق. بس ويلا بقى اننا نبتدي بقى. واللي يسمع الفيديو بجد واللي اول مرة يشوفني ينزل يعمل لايك وينزل يعمل اشتراك في القناة عشان ويعمل ويدوس على الجرس عشان يوصله كله جديد. تمام. ويلا بقى بينا نبتدي بقى الروتين بقى، ويعني روتين خفيف النهارده وهو كله رغاوي وبسيط يعني. وكمان يعني مش مكلف قوي كده يعني، بس ايه الدنيا بسيطه. انا مش عارفه ليه بقيت اعمل روتينات في المطبخ كتير قوي في الروتينات الرغاوي. مش عارفه ليه، حتى لاحظت في الفيديوهات كله روتينات على طول. مش عارفه بقى، هي ستات البيوت كده طول النهار في المطبخ، كتر خيرهم صراحه، ربنا يكون في عونكم بجد. وكتر خيركم يعني بجد شابوه ليكوا. وبجد يعني كتر خيركم بجد. انتوا من غيركم محدش يعني احنا ما نسواش حاجه بقى. انا ما نسواش حاجه يعني من غير مامتي، من غير اختي الكبيره بجد يعني. بجد شابولك بجد. بس بقى وهنا بقى بدأت الروتين بقى، وبدأت الدنيا بقى. هنا كان في شويه شاي قديم بقى، وده الشاي الجديد. ده الشاي يقولوا لي شاي مش جايبينه ليه بالباكت بقى بتاعه بقى، لا ده جايباه من المصنع من الشركه نفسها بيبيعوه. بس وقلت بقى بدل ما اصل بره غالي، في المصنع نفسه هتلاقوه رخيص شويه. قلت ليه ما تجيبه واجربه، يعني ما هو زيه زي اللي بره اصلا. طب ما هي. بس وجبت بقى وقلت بقى ده نص كيلو. شفت اللي هو الباكت الشاي دوت الكيس ده نص كيلو. انا اللي قلت لو نص كيلو يعني ممكن هيساوي لي بكام لو الواحد ب50. ده هيسوى اقل شويه. بس وهنا خلصت بقى وحطيت بقى السكر، وحطيت الشاي. وبعد كده بقى صبنت بقى اللي هي الرخامة بقى زي ما انتوا شايفين، اللي هي كانت الرخامة البيضة عملتها وخلصتها. وبعد كده بقى مسكت بقى الرخامة التانية ديت يعني. عايزة اقول لكم بجد لازم كل يوم نظافة، كل يوم نظافة. انتوا لو ما عملتوش كل يوم نظافة بجد تحس الدنيا مكركبة وحاجة تبقى صراحة قرف كده. وانا ما بطيقش حاجة اسمها قرف صراحة في الشقة ولا بره ولا في اي حاجة. ما بحبش العفانة صراحة. حتى في المستلزمات الشخصيه برضو ما بحبش الواحده تكون يعني. لازم تكوني يعني انيقه كده في لبسك وحاجتك كده. بس لازم تكون باين عليك اناقتك كده. يعني انا بحب كده، انا شخصيا بحب كده. كل واحد بقى وحريته بقى الشخصيه بقى، بس انا بحب كده. بس اكيد يعني انا ما اعتقد يعني كله بيحب كده. بس وهنا بقى مسكت المواعين بقى وخلصت بقى، وقلت بقى ايه ابدا في المواعين ديت. ويعني المواعين كانت كتيره من الدور دوت. وايه بقى حتى لو شفتوا بقى كنت شفتوا الفريك صراحة كنا عاملين ايه بقى. لسه هعمل كمان. لسه هعمل في فرخ فراخ بفريك. وانا بحب الفريك اكتر من الرز صراحة. ما يعني ممكن الرز ما اكلهوش قد ما اكل الفريك. الفريك بصوا بجد انا بعشق حاجة اسمها فريك. حمام بالفريك، بط بالفريك، اي حاجة بالفريك بحبه. بومبار، فراخ، اي حاجة بحبه بالفريك صراحة. اما الرز صراحه مش بحبه صراحه بالرز قوي قد ما بحب الفريك يعني فيه. بعشق حاجه اسمها صراحه فريك. بس وهنا بقى مسكت المواعين بقى صبنتها بقى. صراحه المواعين كانت كتيره وكانت رخمه قوي. بقالي يعني
ما بحبش المواعين الكتيره في المطبخ صراحه. انا اخش بقى مكان مامتي بقول لها لا خلاص انا اعملهم انا عشان خاطري اصور، يعني انتوا لو هتشوف عشان خاطر بس التصوير انا بخش اعمل مع مامتي وبساعدها، وحتى لو بعد بعيني على التصوير لازم اخش اساعد مامتي برضو في اي حاجه برضو عشان هي كتر خيرها يعني، كبروا بقى وكتر خيرهم بقى، وكلنا بنساعد اهالينا يعني. بس وبعد كده بقى يعني قلت بقى اعمل، مش عارفه بقى اعمل باميه ولا اعمل ملوخيه. انتوا ايه رايكم؟ قولوا له في الكومنتات يا جماعه. يعني انا حابه اعمل باميه صراحه، بقالي كتير ما عملتش باميه وقلت حابه اعملها. بس الباميه مش هتتاكل مع الفريك صراحه، هتتاكل بالعيش. الملوخيه ممكن تتاكل بالفريك ممكن، مش عارفه. بس انا باخد رايكم يا جماعه، طبعا انا مش زي الناس الكبيره بقى فاهمين بقى وتكين بقى في الاكل بقى وفي الطبخ بقى، والناس القديمه بقى. انا لسه بتعلم منكم. بس وقلت بقى انا حابه اعمل باميه صراحه بقى بالعيش بالفريك، فراخ بالفريك، ولازم احمرها بقى واظبطها بقى. لو صورتها بقى يعني هنزلها لكم، ما صورتهاش بقى يبقى مره تانية بقى، يبقى ايه اصور لكم بقى الاكل بقى اللي انا اعمله. بس وهنا بقى يعني الدنيا هنا بقى خفت شويه من المواعين بقى وخلصت بقى الدنيا. لازم بجد لازم تعملي اول باول، بجد لازم تعملي اول اي حاجه عامله زي الشغل يعني. بصوا الحياه اليوميه اللي في البيت دي عامله زي الشغل، اكنك بص بتقومي تشتغلي، بتروحي تقومي كأنك رايحه ساعتين كده الشغل كده 3 ساعات كده في الشغل كده ساعه الصبحيه، وبترجعي البيت. ده طبعا البيت بقى بتاعك هنا بقى، تقومي تخلصي حاجتك ساعتينك 3 بقى، هتنفضي تعملي ايه، هتعملي اكل، هتظبطي حاجتك، هتغسلي الغسيل. لازم تاخدي ساعتين 3 في البيت كده 4 ساعات كده. وكمان لو معاكي عيال يعني كتر خيرك صراحة، كتر خيرك كتر خيرك. بس بقى لو وصلتي لغاية الفيديو دلوقتي ما تنسينيش تعملي لايك وكومنت منك، وتعملي اشتراك في القناة، ويعني وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبجد ميرسي ليكي بجد يعني، كتر خيرك يعني ان انت اتفرجت على الفيديو، وميرسي ليكي بجد بجد بحبكم جدا. وادينا بنتعلم منكم، لو عايزين تكتبوني اي كومنت اضافه يعني ليا بجد بتشرف يعني بكومنتاتكم بجد يعني بستفاد منها جدا. بس وهنا بقى يعني خلصت هنا خلاص، يعني يعتبر هنا خلصت بقى يعني هم خلاص شوية اخر شوية دولت. بس وحبيت بقى اعمل ايه بقى، يعني انا عايزه اقول لكم المره الجايه بقى هنزل لكم الفيديو بقى كنت خرجت بقى خروجه بقى، وعاوزه اقول لكم خروجه بقى بجد تحفه تحفه تحفه. يعني خرجت كذا خروجه مش خروجه واحده، خرجت كذا خروجه. يعني انا دلوقتي قاعده فين في شقه اسكندريه مع اهلي طبعا. ورحنا بقى انا واهلي بقى فين، رحنا القاهره. رحنا بقى خرجنا بقى هناك بقى، بصوا يعني عايزه اقول لكم بجد بجد يعني احنا اتبسطنا جدا، وخرجنا كذا خروجه. قلنا بقى ايه يعني لا هقول لكم عليها المره الجايه، خليها المره الجايه واقول لكم عليها. بس وهنا بقى خلصت بقى هنا يعني يدوبك هنا خلصت بقى عشان هو خلاص الفيديو قرب يخلص. المره الجايه بقى اقول لكم بقى على الخروجات اللي انا خرجتها بقى، فكروني بقى في الكومنتات. بس وهنا بقى خلصت بقى، بص بقى هنا انا بقى اشوف المنظر بقى حلو. وكمان صبنت الشباك بقى بتاع الشفاط تحتيه كله، الدنيا ظبطته بقى. يعني حتى هوريكم في اخر الفيديو هوريكم النور داخل ازاي بقى لما الدنيا يعني نتفت، هوريكم النور داخل ازاي. بس وهنا خلصت، بصوا بقى الفريك والفرخه اهي. بس وهنا بقى هعمل كوبايه شاي بقى واظبط بقى نفسي بقى عشان انا ايه، يعني قلت بقى عشان اخش بقى على التقيل بقى هو الفريك بقى. بصوا يعني حتى وريتها لكم الشباك عامل ازاي منور ازاي زي على اليوتيوب. بس وما تنسيش بقى في الكومنت وفي لايك حلو منك، ويعني وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. عملت بقى كوبايه شاي بقى، وقلت بقى لازم بقى اخش على التقيل بقى. صورتلكم ما صورتوش، فاستنوا مني فيديو تاني كده كده بقى اصور لكم كل يوم حاجات ولازم اوريها لكم.